السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض سناكس مملحه خطيره وتنفع كمان لللانش بوكس وطعمها تحفه وطريقتها سهله وبسيطه وسريعه. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف الوصفه بتاعتنا. اول حاجه في بوله كبيره عندي هحط كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، واحط كمان معلقه من السكر، كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا. بعد كده بقى هضيف نص كوبايه من الزيت وهقلبهم مع بعض، وبعد كده بقى هحط 3 كوبايات ونص من الدقيق بالشكل ده كده، وبعدين هحط معلقتين صغيرين من الملح، وممكن تحطوا معلقه حسب رغبتكم طبعا. هنسمي الله بقى ونقلب المكونات كلها مع بعض ونعجنها كويس جدا. وطبعا نوع الدقيق بيختلف عن التاني لامتصاصه للسوائل. لو لقيتوا محتاج دقيق ادوها رشه من الدقيق واعجنوا كويس جدا لحد لما تكون معاكم العجينه طريه بس مش بتلزق قوي، تكون كده بالقوام ده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ هقسم بقى العجينه بتاعتي النصين كده. النص الاولاني هحط عليه معلقه كبيره من حبه البركه، ومعلقه كبيره من البابريكا المدخنه، ومعلقه من الشمر او الكمون الحصى، واحط كمان عليهم معلقه من الصلصه. الطعم تحكموا فيه براحتكم، حطوا النكهه اللي انتوا تحبوها عادي. النص التاني بقى حطيت عليه معلقه كبيره من طعم الجبنه، ومعلقه كبيره من حبه البركه، ومعلقه كبيره من الشمر. ممكن تحطوا سمسم، ممكن تحطوا كمون، اي حاجه تحبوها ضيفوها براحتكم. وهعجنهم بقى كويس جدا لحد ما ادخل كل النكهات في قلب العجينه بالشكل ده كده، وهغطيهم واحطهم في مكان دافي عشان تتخمر معايا. بعد ما العجينه خمرت معايا بقى هرش السطح اللي هشتغل عليه رشه من الدقيق كده عشان العجينه ما تلزقش، وهاخد العجينه وهرش عليها برضو رشه من الدقيق، وهبدا افرد العجينه بقى بسمك رفيع بالفريده بتاعتي. ما تخنوش السمك قوي لان دي مقرمشات وحاجه شبه الكراكرز وشيبسي الافران وكده، لازم تكون مقرمشه معايا وحلوه. بعد بقى ما فردتها على السطح بتاعي بسمك رفيع كده، هبدا اجيب القطاعه بتاعتي على شكل دايره. استخدموا القطاعات اللي انتوا حابينها بالشكل اللي انتوا حابينه، مثلثات، دواير، نجوم، اي قطاعات عندكم استخدموها عادي براحتكم. قطعتها بقى دواير بالشكل ده كده. والقطعه التانية من العجينه بقى برضو رشيت حبه من الدقيق، وهبدا افردها برضو بالفريده كده بالشكل ده برضو. وهبدا بقى بقطعه البيتزا كده، اعمل شرايط عريضه كده وهقطعها بقى على شكل مثلثات. انا ما كانش عندي قطاعه مثلث فعملتها عادي بالسكينه بتاعه البيتزا، وهتطلع معاكي شكلها حلو جدا. بعد كده بقى حطيتهم على صينيه مدهونه دهنه بسيطه من الزيت، وفي الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. وعملت كمان من باقي العجينه الباتون ساليه ده كده. شكلوا ونوعوا براحتكم خالص. هدخلها الفرن لمده 40 دقيقه بس، كل 10 دقايق هبص عليها والف الصينيه لحد ما تستوي معاكي وتكون مقرمشه، لان كل فرن بيختلف عن التاني، فلازم تراقبيها كل 10 دقايق لحد ما تستوي معاكي خالص وتبقى مقرمشه مش طريه. بتطلع معاكم بقى بالشكل ده تحفه جدا وريحتها خطيره وقلب البيت. وشايفين بقى حلوه ازاي؟ وعايزه اقول لكم مقرمشه وطعمها خطير بجد. شكلوا بقى براحتكم، ممكن تعملوها كلها شبه الباتون ساليه او تقطعيها اشكال عشان تديها لاولادك في اللانش بوكس. سهله وبسيطه وسريعه جدا وبتشبع جدا، ياخدوها معاهم كسناك كده لذيذه قوي. شايفين بقى خطير ومقرمش ازاي؟ جربوا السناكس او المقرمشات دي وهتعجبكم جدا، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفه جديده.